صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم احلى متابعين في الدنيا. هنعمل مع بعض كده حالة حلوة قوي. هنعمل كنافة السلطانية، حاجة كده حلوة جدا وطعمها لذيذ، مليانة كده وغرقانة بالكريمة والكريم شانتيه. زي ما انتم شايفين معايا حاجة كده حلوة جدا لرمضان وحلويات رمضان. يلا ما نشوف معانا الطريقة. اول حاجه زي ما انتم شايفين معايا هنبدا كده بذكر الله، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت معايا كوبايتين حليب او اللي هو لبن يا جماعه، عليهم معلقه صغيره فانيليا، عليهم معلقه كبيره كريم شانتيه. ما فيش عندكم كريم شانتيه ما فيش مشكله، استغنوا عن الخطوه دي، بس انا بحطه بيدي طعم كده ونكهه وقوام بجد حلو قوي. بعد كده حطيت شويه ميه عليهم معلقتين نشا، وقلبت كده كويس جدا ونزلت عليهم على المكونات بتاعتي. وبرضو حطيت عليهم 3 معالق سكر يا جماعه، وفضلت اقلب كده لغايه ما القوام تقل معايا بالشكل ده، وبدات تعمل فقاقيع كده. خلاص كده الكريمه بتاعتي استوت وبقت جاهزه معايا، حطيتها خلاص على جنب. بعد كده بقى جبت معايا المقلايه بتاعتي، حطيت فيها 50 جرام من الزبده يا جماعه، زي ما انتم شايفين معايا كده. سيحت الزبدة بتاعتي، مفيش زبدة اعمله سمنة بلدي، مفيش سمنة بلدي اعمله سمنة نباتي، اي حاجة يا جماعة تكون ريحتها وطعمها حلو. بعد كده جبت الكنافة بتاعتي، كنت مقطعاها قطع صغيرة جدا، حطيت عليهم معلقتين كبار سكر، ونزلت عليها بقى بالزبدة بتاعتي كده او السمنة، اي حاجة موجودة عندكم مفيش مشكلة. وبدأت ان انا اخلط المكونات كلها مع بعض زي ما انتم شايفين معايا كده. هقلب كويس جدا لغاية ما المكونات تبقى مندمجة مع بعض كويس جدا. زي ما انتم شايفين بقى خلاص قلبت كده يا جماعة. وبعد كده بقى جبت الصينية بتاعتي، فرشتها بالسمنة او بالزيت، اي حاجة متاحة عندكم مفيش مشكلة. وجبت بقى السلطانية بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بقى، حطيت فيها كنافة، وهبدأ ان انا اضغط عليها واعلي الحروف بتاعتها. الحروف بتاعتها يا جماعة هعليها من الجنب كده، الحواف زي ما انتم شايفين كده الاطراف بتاعتها. وبضغط بقى كده مع بعض يعني عشان تبقى متماسكة، بكبسها كده زي ما انتم شايفين. خلاص كده كبستها، هحط بقى الكريمه الكدابه بتاعتي اللي طعمها بجد حلو قوي، جربوها تعجبكم. هنزل بقى كده بمعلقتين ولا حاجه، حسب الكميه حسب السلطانيه اللي موجوده عندي. وهغطي عليها بقى بوشها كده بالكنافه برضو زي ما انتم شايفين. وبالراحه بقى كده هطبطب عليها عشان المكونات كلها تبقى متماسكه مع بعض، القطعه تبقى كلها متماسكه مع بعض. لو انتوا معايا لغايه الخطوه دي ما تبخلوش عليا بقى باللايك والكومنت الحلو منكم، وشجعوني يا جماعه، ادعموني، ويا ريت والنبي تتفرجوا معايا على الفيديو للاخر علشان ربنا يوفقنا كده جميعا ويكبر بخاطركم دنيا واخره يا رب العالمين. عملت الكميه كلها بتاعتي بالقمر ده، شايفين كانت شكلها عامل ازاي ما شاء الله. هدخلها بقى الفرن يا جماعه تحمر من تحت، ولما تحمر من تحت بشغل عليها الشوايه. كان عندي بصراحه الشربات جاهز، بخليه على طول جاهز، عباره عن 3 كوبايات سكر، عليهم كوبايتين ميه، عليهم عصره ليمونه، عليهم شويه فانيليا، وبسيبهم لغايه ما يتقلوا خالص. ورشيت بقى عليها كلها كده زي ما انتم شايفين. بعد بقى كده قلت لا ما ينفعش كده، انا لازم بقى زينها يا جماعه، العين بتاكل قبل البق. جبت بقى نص كوبايه كريم شانتيه، عليها ربع كوبايه حليب او لبن بارد، وضربت في المضرب بتاعي كده لغايه بقى متماسك زي ما انتم شايفين كده. وهفضيه في كيس حلواني وهبدا ان انا ازينها. هبدا بقى ان انا ازينها بالشكل ده بقى براحتكم، دي حاجه خاصه، حاجه ترجع لكم بقى تزيينها زي ما انتم شايفين. بس انا بقى عملت كده الشكل ده زي ما انتم شايفين معايا. وفي النص قمت عامله روزيتا عاليه شويه كده، شايفين ما شاء الله تبارك الله، حاجه كده بجد تحفه تحفه تحفه. وطعمها يا جماعة حلو قوي وخفيفة وسهلة، حلوة قوي رمضان. وطبعا بقى مش طريقة برضو مش تقليدية زي ما بنعمل مثلا صواني الكنافة ولا اي حاجة، حاجة بجد كده جديدة وطعمها حلو قوي وهتعجبكم، جربوها بجد وهتدعولي. برضو زينت زي ما انتوا شايفين كده، وقمت عاملة الروزيتا في النص برضو زي ما انتوا شايفين معايا. نصلي على الرسول يا جماعة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد أجمعين. رد عليا في الكومنتات، أحلى متابعين في الدنيا، وشجعوني يا جماعة عشان أقدر أنزل لكم فيديوهات وتدوني طاقة كده، وندي لبعض طاقة إيجابية زي ما انتوا شايفين معايا. خلاص انا زينتها كده بالشكل القمر ده. كان عندي بصراحة بقى فراولة، قمت جاية كده ايه، قلت اما احط التاتش بتاعي حطيت بقى الفراولة كده زي ما انتوا شايفين، زينتها في النص كده.
حاجة بجد كده والله تبارك الرحمن، طعمها لذيذ قوي وهتعجبكم. شايفين ما شاء الله طلعت معايا بقى بالقمر ده والجمال ده، يا جماله يا جماله يا مسامح. شايفين ما شاء الله، حاجة بجد عظمة وطعم يا جماعة بجد خطير 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 والله يا جماعة. جربوها بجد هتعجبكم. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي، وطعمها بجد حاجة كده فاخر والله العظيم يا جماعة. شايفين ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو بقى ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وكومنت حلو منكم ولايك عشان يا جماعة الفيديو يرفع معايا. مع السلامة يا جماعة، في رعاية الله.